بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز كريازي 5 شعلة. محتاج صيانة في كذا حاجة، في البوتاجاز. ادي السقف واقع اهوت، هو سنده كده اهو. وارضية الفرن برضو اللي تحت النار متاكلة، دي فوق النار، دي سهل اي حد يغيرها، يعني بتتشال كده وبتتحط زي الرف. اللي تحت اهيت، اللي تحت النار والماسورة الفرن دول متاكلين. طبعا انا عامل لكل حاجه من دي فيديو، لان الفيديو طويل، فمش هجيب له، مش هينفع ان اجيب لكم التفاصيل كلها في الفيديو ده. لا، انا عامل كل حاجه لها فيديو. فاي حد عايز يسال على اي عطل في البوتاجاز يكتب لي في التعليق، وانا ابعت له اللينك الفيديو اللي هو عايزه بالظبط، وان شاء الله يصلحه بنفسه يعني، طالما بيعرف يحل ويركب تاني زي ما كان. ان شاء الله العمليه سهله يعني. طبعا انا بنشيل العيون طبعا، لان الوش ده هيتحل كله عشان نثبت السقف، اللي هو السقف المعلق دوت، يعني بنوفر كتير خالص على الزبون. طبعا بنشيل الازاز اللي فوق. في نوع من البوتاجازات الكرازي القديم ديت اللي هي برواز، تلاقي الازاز اللي فوق دوت برواز ستانلس كده، ده ثابت مش هينفع يتشال. لما بيتشال بيتحل كله من تحت. طبعا اول حاجه بنحل الوش. ادي المسامير اهيت، ادي 1، ادي 2، وادي 3، وادي 4، وادي 5، وادي 6، و2 الجريدة الناحية التانية، 7، 8. ادي 8 مسامير الوش يطلع. طبعا برضه عامل فيديو عليه. ادي اللي في النص ديت متاكلة، هتتغير، كانت مسدودة فبتولع من جوه. ايوه، انا بشد منين؟ من الجنب، ماليش دعوة بالحتة اللي قدام. ادي شلت الوش اهوت. طبعا بجرب لو في تسريب ولا حاجة، الحمد لله كده مفيهوش. فديت اما مسدودة اما بتيجي تولع بتولع من قدام، لان الغاز طالع فيه سدد، بيعمل رد تاني، بيولع من جوه، عشان كده حرق الوش من فوق. هنا كل كوع ليه مسمارين، او كل ماسورة ليها مسمارين، ليها ودان كده، فبتركب بتثبت فيها. والمراية اللي قدام ديت راكبة ب3 مسامير. وهنا في عيب في السوستة، في مسامير بتاعته متشالة، ده مسامير موجودة، ان الجنب التاني مساميره مش موجودة، فده بيعزلك برضه في فتح الباب وقفله، ما يقفلش كويس، ولا يفتح ولا يقفل كويس. اهوت انا ربطتهم، حطيت ورد وربطتهم تاني اهي. اهم حاجة العجلة اللي جوه دي، دايما العجلة اللي جوه ديت اي نوع بوتاجاز، بالنسبة للبوتاجازات القديمة يعني، في الحديثة طالع سوست غير دي خالص. شوف العجلة دي سليمة. ادي ماسورة الفرن اهو، ادي السقف. دايما السقف الكريازي بيتاكل منين؟ من الحته اللي في النص بس اهو، نص ايديا. ادي السقف اهو. طبعا تفاصيل السقف ومقاساته وكل حاجه عامل لها فيديو لوحده اهو. ده بيخش كده زي الرف، وبثبته في الجناب البوتاجاز، وبعمله زي كابولي كده في النص عشان يسنده. طبعا السقف الكريازي القديم بيبقى فيه مكان لللمبه، طبعا هي عندهم الكهرباء بايظه طبعا، فمش محتاجه. فاللي هو عايز يشغل اللمبه بيتعمل زي نظام خلع كده، ويشغل اللمبه تاني اهو. انا بثبت في الجناب اهو 3 مسامير هنا و3 مسامير هنا اهو، غير بقى المسامير اللي في السقف دي اللي انا ربطتها احلها تاني اهو، عشان هركب مسمار بصامولة، ان السن الصاج ده ممكن يقع مع مرور الوقت. لا، احنا بنعمل حاجة ان شاء الله عشان تقعد فترة كويسة مع الزبون، عشان يدعينا ان شاء الله. ادي الكابول اهوت، ده في النص اهوت عشان يشيل السقف اهو، كده محمل عليه. ادي عملت اهيت مسمار بصامولة بورد تانية اهو، 6 مسامير بصامولة، 100. ادي بقى سبب اللي بيتاكل السقف بسبب الحتة دي.
طبعا النار بتبقى بتطلع من الخرام، لا انا هسدها عشان احمي السقف الجديد. ثبتها في الشوايه وبعد كده اركب الشوايه. اديني ثبت الشوايه اهوت ونجربه. بسم الله ما شاء الله. ادي النار اهيت. دي بيركب 3 مسامير او 4 مسامير من ورا، وبتطلع زي الرف. في بحل الكفر من ورا وبحل المسامير وبتطلع معايا. دي انا حليتها اهوت وعامل لها برضو فيديو، اللي عايز يعرف تتحل ازاي، سهله يعني. وبنضف مكانها اهو. وبجيب الارضيه الجديده. الارضيه دي اصليه، هتجيبها اصليه، هتجيبها من السوق، ما فيش مشكله يعني، مفيش مشكله، عادي الاتنين واحد. هي التانية بس هتلاقيها حتة صاجة عدلة، مفيهاش بقى الخرام والمنحنيات اللي فيها والكلام ده. دي الأصلية بتاعته. ادي اللي بنعمل حاجة الأول هنا، ادي بيحط مسمار هنا أحسن، عشان أحيانا بتريح الأرضية بتنزل لتحت. أهو بعمل أنا مسمار كده برضه، عامل لها فيديو. مهم جدا المسمارين دول. ادي ثبتها وشغلت الفرن تاني اهو. اهو يعني اهو بسم الله ما شاء الله كده النار ظهرت. طبعا انا ضاغط الفيديو دوت يعني في 7 دقايق، لكن انا قعدت فيه فترة طويلة على ما خلصته، خد مني يوم كامل اهو. اهو بسم الله ما شاء الله راجع جديد تاني اهو. والمفاتيح جديدة، وفي فيديو للمفاتيح لوحدها خالص، لان في ناس كتير بتسأل عن المفاتيح بتركب ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.